يمتد تاريخ اليابان إلى آلاف السنين، وقد تميز بتحولات اجتماعية وسياسية وثقافية ملحوظة. وكان أقدم سكان اليابان المعروفين هم شعب دومون الذين استقروا في الأرخبيل منذ أكثر من 10,000 عام. لقد طوروا ثقافة فريدة من نوعها تميزت بالفخار وأسلوب حياة الصيد والجمع. وفي حوالي عام 300 قبل الميلاد، وصل شعب يايوي حاملاً معهم تقنيات الزراعة المتقدمة والعمل بالمعادن والتنظيم الاجتماعي. كما شهدت هذه الفترة ظهور أول التسلسلات الهرمية الاجتماعية والمجتمعات القائمة على العشائر. وشهدت فترة أوسوكا من 538 إلى 710 ظهور البوذية التي أثرت بشكل كبير على الثقافة والفن والحكم في اليابان. خلال هذه الحقبة لعب الأمير شوتوكو دوراً مهماً في تعزيز التعاليم البوذية وتأسيس حكومة مركزية. وشهدت فترة ناراً من 710 إلى 794 إنشاء عاصمة دائمة في نارا، والتي أصبحت مركزاً للثقافة والسياسة. خلال فترة هيان من 794 إلى 1185 انتقلت البلاط الإمبراطوري إلى كيوتو، وازدهرت الثقافة اليابانية مع إنشاء أعمال كلاسيكية مثل